حد شاف الدهب بتاعي او الدهب كله اصلا؟ مستحيل يكون انا، يعني انا عمال اكتب في الشغل في الكمبيوتر. ماشي يا مهاب. ريتال، ياسمينة، شفتوا من الدهب؟ لا يا ماما، انا عمالة العب باللعبة دي وانا عمالة اقرا يا ماما. ماشي يا ريتال وياسمين. اكيد يعني ليان مش هتكون خطفاها، صح يا لولي؟ ايوه يا ماما، انا ما بخطفش حاجة. ماشي. هاي، ازيكم يا كوينز؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا حصلت حاجة غريبة مفيش عندنا في ولا دليل، الشقة. هدوم شغل ماما، الدهب اتخطف من غير ولا دليل، والفلوس ولا فيها حاجة ناقصة. يبقى فهل مش هنلاقي حرامي، يبقى دلائل مش حرامي من برا لمين يعني هو اللي خاطف؟ طبعا شوفوا الفيديو لآخره عشان نشوف مين اللي خاطف الموضوع ده. الدهب محتاج بتاعنا. البوليس ياسمينة. طبعا احنا هندور في الشقة كلها. يا ترى مين هيبقى الخاطف؟ يعني اكيد مش ليان صغيرة عشان تشيل الذهب، صح يا ليلي؟ ايوه صح يا ياسمينة. وماما طبعا هي اللي بتسأل، يبقى ماما مش المتهم فيها. الله، هو انت بتتهميني يعني هسرق ذهبي ليه؟ ان شاء الله، ما انا كده كده ده ذهبي يعني، وليا الحق امسكه في اي وقت. المفروض يبقى في ادلة في الجريمة يعني. ايوه يا ريتال، صح، المفروض يبقى في ادلة في الجريمة، لكن هتكون فين الادلة دي؟ ايه ده؟ دي اثار اقدام صغيرة. يبقى الشك فيا انا وياسمينة وليان، صح يا ياسمينة؟ ايوه، الشك فيا انا وانتي وليان. وايه كمان انا قعدتنك وبيجيت عن الانساي. طب ايه رأيكم نشوف مكان الجريمة؟ اكيد هيبقى فيه دلائل هناك. ايوه صح يا ريتال، شاطرة. ايه ده؟ عربية ليان ولعبة ليان وميمي والشخشيخة بتاعت ليان. لكن هتلاقيه ايوه استخدم عربية ليان عشان يخطف الحاجات، وفضل حاجة اللي كانت جوه العربية. بس انا حاسة ان احنا قربنا عن مين المذنب. بس السؤال، الشخشيخة بتاعت ليان بتعمل صوت، فاحنا ليه ما سمعناش الصوت ده وصحينا؟ فعلا سؤال محير جدا يا ريتال. يبقى هتلاقيها الشخشيخة دي ليان كانت هنا، هتلاقيها وقعت الشخشيخة، بس ليان مش هتطول الرف ده عشان الشخشيخة تدخل هناك. أكيد في تعبير منطقي لكده يا ياسمينة. اللغز بقى بدأ يبقى صعب أوي يا ريتال. يمكن نلاقي أدلة تانية هنا. ايه ده؟ مفك. المفك ملوش دعوة.
الستيكي نوتس بتاعت ماما، ولا بابا ولا ماما المذنبين. أنا وإنتي اللي المفروض يعني هيبقى عليهم الشبهات. أيوة فعلا يا بتال. عرفت مين المشتبه فيه، أو مين أصلا اللي خطف الذهب؟ مين يا بتال؟ تعالوا ورايا. البنت الشقية الصغيرة دي اللي كنا مفكراها مسالمة. شاطرة يا بتال، عرفتيني. بس ليه استخدمت العربية؟ لو انتي شاطرة بقى تقولي ليه. هقولك، تعالوا كده معايا. انتي استخدمت العربية عشان الدهب تقيل عليكي، وعشان تستدي وانتي ماشية وتمشي بالدهب. لكن لو ما لاحظناش، انتي وقعتي الحاجات دي بالليل عشان تاخدي الدهب، ووقعتي ميمي كمان. فهو الحل انك انتي الخاطفة، وعرفت كمان مكان الدهب، ومكان الدهب هنا. الفلوس، الدهب، والدهب ذات نفسه. كل ده دخل في درج العيان. فهي الخاطفة الأساسية ليان، لكن في حد ساعدها. أكيد مش هتشيل كل ده لوحدها. والحد اللي أنا شاكة فيه هو اللي ماشي عن الأنظار طول الوقت. ياسمينة، أنا آسفة يعني، لكن انتي اللي ساعدتي ليان. أيوة أنا اللي ساعدت ليان. كانت ليان صعبانة عليا خالص. أنا اللي طلعت فوق الكرسي وجبت لها الدهب. فكرتها هترجعه في الآخر، لكن نسيت إن أنا اديتها لها كده. لما فكرتيني انتي دلوقتي افتكرت. وهي دي قضية تانية اتحلت، غير قضية طبعا الكوينز بتاعت افاتار. بس سؤال يا تالي، انتي عرفتي منين ان انا هي الخاطفة؟ الأدلة كلها كانت مشيرة ليكي، حتى آثار الأقدام الصغيرة دي كانت لياسمينة. انتي جزمتك نضيفة، فمش هتبقى ليكي. ماشي، شاطرة إذا. خلاص، أنا كنت كده كده عايزة ألعب بيه وخلاص. ماشي، اسمحولي بقى أودع الكوينز. وبكده يا كوينز يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وباي.